عمرك سألت نفسك ليه الكحل فضل موجود لآلاف السنين؟ وليه اتربط بالجمال والقوة والغموض؟ الموضوع مش زينة وخلاص، ده حكاية بدأت من قلب الحضارة المصرية، حكاية فيها علم وروحانية وحماية، ومن غير ما نحس لسه عايشة معانا لحد النهاردة. تعالوا نرجع لزمن بعيد لأسرار الكحل عند المصريين، حكاية جمال وحكمة عمرها آلاف السنين. بس قبل ما نبدأ الحكاية ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ويلا بينا نبدأ الحكاية. المصري القديم ما كانش بيكحل عينيه علشان الجمال بس، الكحل كان جزء من حياته اليومية زي الأكل والشرب بالظبط. كانوا بيعملوه من معادن طبيعية زي الجلينة والملخيت، مواد بتساعد إنها تحمي العين من الالتهابات وتقلل تأثير الشمس والهواء والتراب. يعني الكحل كان علاج قبل ما يكون زينة. الشمس في مصر كانت قوية والعيون دايما معرضة للأتربة. الكحل عمل طبقة حماية حوالين العين تقلل الانعكاس وتمنع دخول الميكروبات. والعلم الحديث أثبت أن بعض أنواع الكحل الفرعوني كان فيها مواد مقاومة للبكتيريا. يعني المصري القديم سبق العلم بآلاف السنين. الموضوع موقفش عند الصحة، الكحل كان له بعد روحي قوي. العين في مصر القديمة كانت رمز للحماية والقوة، عين حورس. وكانوا بيعتقدوا ان الكحل بيحمي من العين الشريرة وبيبعد الطاقة السلبية. علشان كده الرجالة والستات والأطفال كلهم كانوا بيتكحلوا. الكحل موقفش عند الستات بس، الملوك والكهنة والجنود كلهم كانوا بيتكحلوا. الكحل كان علامة هيبة وقوة ومكانة اجتماعية. حتى في الرسومات على جدران المعابد العين المتكحلة دايما حاضرة، نظرة ثابتة وملامح قوية. الكحل ما كانش بيتحط كده وخلاص، كان له أدوات مخصوصة، مكاحل من الحجر أو الفخار أو المعدن، ومي الكحل معمول بدقة، وكل أداة لها شكل ومعنى. بعض المكاحل دي اتحفظت لحد النهاردة في المتاحف، شاهدة على ذوق وفن المصري القديم. الكحل مفضلش جوه مصر، من هنا راح لبلاد العرب وآسيا وأوروبا وتغير شكله، لكن الأصل واحد مصري. حتى كلمة كحل نفسها انتقلت بلغتها ومعناها، اتغير الشكل لكن الجوهر فضل، حماية وجمال ورمز. واحنا بنحط الكحل النهاردة يمكن ما نفكرش في كل ده، بس الحقيقة اننا بنكمل عادة عمرها آلاف السنين. خط الكحل البسيط وراه حكاية حضارة كاملة. المصري القديم ما سابش حاجة للصدفة، حتى الجمال كان ليه معنى. والكحل مش بس زينة، ده سر من أسرار حضارة لسه بتتكلم لحد النهاردة. لو عجبتكم الحكاية ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في حكايات جديدة جاية من ورا المشربية، وكل حكاية ليها روح وليها أصل.